مساء الخير، معاكم نور. حكاية النهاردة مع دكتور محمود صلاح. في آخر كام سنة دكتور محمود صلاح عمل تصريحات على السوشيال ميديا قلبت الدنيا وبقت أكتر من نار على علم أو ورق أو أيا كان. في ناس على السوشيال ميديا بتشيرها وهي مصدقة الكلام ده، وفي ناس تانية بتنشر الحاجات دي وهي بتضحك وبتتريق عليه. الدكتور بشكل عام بيحذر من الذكاء الاصطناعي وبيقول إنه أكتر خطورة من القنابل النووية، وبالنص قال أخطر 1000 مرة من مليون قنبلة نووية. القنبله النوويه مش اخطر سلاح الانسان تعرض ليه. اخطر ما يتعرض ليه الانسان حاليا هو الذكاء الاصطناعي. الدكتور شايف انه على الاقل القنابل النووية في زرار تقدر تتحكم فيها، ولكن الذكاء الاصطناعي بيفكر لوحده وبينفذ لوحده، وده معناه بناء على كلامه ان ممكن الذكاء الاصطناعي يبدلنا ويستغنى عننا في اي لحظة. ومرة قال الغي بسرعة كل البرامج اللي على تليفوناتك واي حاجة ليها علاقة بالذكاء الاصطناعي من تليفونك باسرع وقت قبل فوات الاوان. ده الكلام اللي حذره الدكتور محمود صلاح، وقال ان 2025 هتكون بداية كارثية، وقال ان الروبوتات هتتصرف من نفسها وتلقائيا من غير الرجوع لاي انسان او حتى كود ملتزمة بيه، وهتكسر ومش هتلتزم باي قانون بشري او كود. والموضوع ما وقفش لحد هنا، لا ده اتهم كمان ايلون ماسك من اكتر الناس المبدعين في العالم كله ان هو بيساعد وبيشجع موضوع انه الاي اي ينتشر في كل جزء في العالم. واتهم كمان ايلون ماسك ان هو بينفذ اجندات سرية عشان يسرع نهاية العالم. ركز معايا في اللي انا قلته بخصوص الاي اي والذكاء الاصطناعي عشان هرجع لها تاني بعدين في الفيديو. المهم دلوقتي خلينا نكمل مسيرة الدكتور محمود صلاح. كخبير الماورائيات، اخدت 3 مرات عشان اقولها الكلمة، كخبير ما وراء كخبير ما وراء كخبير ما وراء ما وراء كخبير ما وراء كخبير ما وراء كخبير ما الورائيات. ايه الكلمة دي؟ مين اللي جاب الكلمة دي هنا؟ الكلمة دي مدسوس علينا. كخبير الماورائيات قال انه في كائنات غير بشرية عايشة في وسطنا، وقال ان مش كل اللي بنتعامل معاهم دول بني ادمين. هو ده حقيقي فعلا يا دكتور، هو مش كل اللي احنا بنتعامل معاهم بني ادمين. والله. وكمان قال ان هو شاف بعينه كائن حي تحت الارض هنا في مصر. يا دكتور ده حقيقي، دول اسمهم حشرات حضرتك، دول بيبقوا دايما موجودين في الارض الخصبة وكل الحاجات الجميلة دي. الكلام ده اتقال على الهوا والمذيع سكت وما قدرش يرد عليه ويقول ايه. انا شفت حاجه زي كده في عين شمس. انت بتتكلم بجد؟ والله. عين شمس. وبعدها خد عندك بقى ميمز اتنشرت على السوشيال ميديا اول ما حصل الموضوع ده، والناس بدأت تقول على السوشيال ميديا يا دكتور فين الفيديو ده، يا دكتور فين اللي انت بتتكلم عليه ده، ورينا اي حاجة من الحاجات دي. ولكن مفيش. ولكن هو مصر ان هو شاف الحاجات دي، ولكن الحكومات خافية الموضوع ده ومش عايزة تبين اي حاجة. واللي ما عندوش فكرة انا بتكلم عن مين، انا بتكلم عن دكتور محمود صلاح. خليني اعرفك عليه كده بشكل سريع وخفيف. دكتور محمود صلاح هو اكتر شخصيات المثيرة للجدل في الاعلام المصري ويمكن العربي مؤخرا، وبيقدم نفسه ان هو باحث في علوم ما وراء الطبيعة، وكمان كاتب روايات رعب، وكمان بيطلع في التلفزيون كمذيع. ولما بيطلع على التلفزيون او بيطلع في الراديو بيطلع يتكلم عن حاجات زي الجن والماورائيات والكائنات الغريبة والمؤامرات وكل الكلام الظريف ده. ومش بس كده، كمان ده بيتكلم عن التحكم في العقل، وبيتكلم عن نهاية العالم واستنساخ الشخصيات العالمية. محمود صلاح بيقول ان هو حاصل على دكتوراه في الاعلام، ولكن مفيش اي جهة رسمية او اي اكاديمية نعرف عنها تثبت الموضوع ده، او اي حتى اوراق رسمية موجودة اونلاين، او حتى بعد التدوير والبحث مفيش اي حاجة موجودة علشان نتأكد من المعلومات دي. بالرغم من كده هو دايما بيظهر بلقب الدكتور محمود صلاح. عنده حضور قوي على السوشيال ميديا، وعنده كاريزما قوية وشخصية قوية، وعنده فيديوهات كتير بتعمل تفاعل ورد فعل مع الجماهير سواء بالايجابي او بالسلبي. وطبعا مؤخرا زي ما انت عارف على السوشيال ميديا مش محتاج ان انت تكون في رد فعل ايجابي او سلبي، كل السوشيال ميديا از جود سوشيال ميديا. قدم برامج كتير على الفا تي في، وقدم برامج على الراديو ببرنامج اسمه جمد قلبك ولا تلج قلبك حاجه كده، وكمان ظهر على OSN وعمل حاجات زي كده كتير. ولكن رسميا هرجع واقول ان مفيش اي اثبات بيقول انه معاه دكتوراه رسميه.
تعالوا نخش بقى على الجزء الثاني بتاع التنبؤات 2025 بناء على كلام الدكتور محمود صلاح في اللقاء معاه على قناة الشمس تحديدا يوم 25 مارس 2023. ظهر الدكتور محمود صلاح في برنامج اسمه كلام هلس، وطلع معاه أوراق وقال إن الأوراق دي فيها مستندات رسمية ووثائق استخبارية. إيه اللي قاله بقى وإيه اللي وراه؟ تعالوا نشوف. 25 اعتقد ان هيكون فيها بشرة سارة جدا في وجهة نظري، واعلان عن علاج نهائي للايدز. اما الكيان الصهيوني فده رايح. هو انت فاكر ان اسرائيل هتفضل موجودة؟ مستحيل. فاحنا دلوقتي انت بتقول لي ان احنا في 25 في ممكن نشهد بداية سقوط الكيان الصهيوني. اكيد لازم ده هيحصل. قال انه في نهاية 2025 هتكون سنة الحسم، وانه العالم هيتغير بالكامل وهيكون في علاج للايدز، ولكن اسرائيل هتخفي الموضوع ده وهتخفي العلاج ده. الكلام ده لوحده خلى الناس في الاستوديو كلها تسكت تماما وما تعرفش ترد، وبجانب الكلام ده خلى الناس على السوشيال ميديا تتقسم نصين وما بقوش عارفين يعملوا ايه ويردوا يقولوا ايه. في نص من الناس قالوا الراجل ده بيهرتل ومش عارف هو بيقول ايه. النص التاني كان بيشجع وكان مؤمن بالموضوع ده، بيقول والله يا ريت ممكن يكون عنده حق فعلا. وفي كده ربع تالت كده شويه كده بيقول هو دكتور انت جايب الكلام ده منين يا دكتور؟ هل في عندك اثبات للكلام ده؟ الاوراق اللي انت ماسكها في ايدك دي ممكن تحطها لنا على السوشيال ميديا عشان نعرف مصدرها؟ وفي ناس تانية وفئة تانية شايفة ان هو بطل بيعمل اللي محدش يقدر يعمله وبيتكلم في كلام محدش يقدر يتكلم فيه، زي ايام دكتورة مايا صبحي كده. وبرضه في نفس الانترفيو في نفس اليوم ظهر موضوع الكلام والنقاش على الفضائيات، انه برضه شاف ناس فضائيين ظهروا في مصر وشافهم بعينه والكلام الظريف ده. واضاف كمان ان احنا داخلين في نهاية مش زي اي نهاية طبيعية هتحصل، هي هتكون نهاية بشعة وقوية جدا. الموضوع كبر منه جدا وحاسس ان هو لطش الدنيا خالص وسودها في وش ناس كتير بصراحة. المهم الموضوع اللي بعد كده اللي شد انتباهي هو الشيبس. الشيب مش الشيبس، مش الشيبسي، في فرق كبير بين الاثنين. لو انت جعان اتفضل في كذا شيبسي، بس انا بتكلم عن شيب الرقاقة او الرقيقة، ما علينا. وكل مرة بيطلع فيها الدكتور محمود بيذكر موضوع الشيب او الشريحة اللي هتكون في كل جسم انسان بعد كده في المستقبل، وبيقول ان هم هيزرعوا فينا شرائح في كل اجسام واحد فينا عشان يتحكموا فينا بالكامل، وهيخلونا اذكى بكتير من غير حتى ما نختار اذا كنا عايزين او لا، وان السوشيال ميديا هيكون ليها جزء كبير من الخطة دي. تعالوا نخش على الحتة المهمة اللي عجبتني جدا بقى، وهي الاستنساخ او الكلونينج. في فيديو ليه اتكلم عن حاجة وفقرة مهمة جدا، وبيقول انه اي فكرة بنشوفها او اي حاجة بنشوفها كمسلسل او كفيلم ليها اساس من الحقيقة، وان هي مش كل الخيال العلمي اللي انت بتشوفه على السوشيال ميديا او على نتفليكس او على اي فيلم زي مثلا بلاك ميرور والافلام اللي هي بتاعت الفيوتشر والمستقبليات والحاجات دي ليها اساس من الصحة وموجودة. واشبه بالفيديو اللي هو قاله لما عمل انترفيو مع المذيع وراه حاجة بتتركب في العقل عشان يعني تثير اللي بيحصل في العقل، ونعرف التكنولوجيا ايه اللي بيحصل في العقل وتفك افاق كبيرة في العقل. وقال بالنص اللي بنشوفه في هوليوود ده مش خيال، وانه موضوع التشيب والاستنساخ والكلام ده اوريدي موجود واقرب للواقع من الخيال. اينشتاين موجود دلوقتي عايش بينا تاني؟ واي نوت؟ ليه؟ بعد شويه هقول لك على فكره لقد نجحت بعض اختباراتنا. في خيال الدكتور الواسع بيقول انه الموت مش نهايه، لانه في ناس كتير ماتت فعلا ولكن تم استنساخ الناس دي اوريدي بالفعل، ومنهم اربط بقى الحزام كويس ركز معايا ألبرت أينشتاين. على فكره استنساخ البشر كعمليه اسهل من العمليه اللي عملوها في الذئاب. ليه ما تقولش ان هم استنسخوا اينشتاين على سبيل المثال؟ ايه المانع؟ اينشتاين موجود دلوقتي عايش بينا تاني؟ واي نوت؟ ليه؟ اتعمل له بالفعل استنساخ، وألبرت أينشتاين لسه عايش لحد دلوقتي. وقال انه الدجال هيتعمل له نسخة هولوجرام او فوتوغرافية يعني تقدر تشوفها مرئية، وهيتم تقديمه للبشر كأنه المنقذ. احنا في التمهيد لفتنة المسيح الدجال. انت جوه الفتنة دلوقتي، احنا حاليا جوه الطريق ده خلاص. ظهور هذا المجسم يديني اشاره ان احنا جوه الطريق ده خلاص. النبي لو حد عندكم تفسير للكلام ده الله يخليكم في الكومنتس اكتبوا لي معناه ايه، عشان الدكتور بصراحه سرح بيا لفتره طويله حاسس ان انا عربيه بطاطا. والفيديو ده لوحده من كتر ما هو قلب السوشيال ميديا الناس كلها ما بقتش عارفه
تضحك عليه ولا توافقه؟ وبقى في ناس كتير تجادل الراجل ده بيتكلم بيقول ايه، هل هو فعلا دكتور، هل هو فعلا مش دكتور، الكلام ده صح ولا غلط. وفي ناس بالملايين بقت معاه، وفي ناس بتنتقده جدا، في ناس بتضحك عليه اصلا وبتسقف له وهي بتضحك ومش عارفه تقول له ايه. بصراحه زي ما قلت في الاول، الموضوع مش سهل ان انت تعرف ده صح ولا غلط، مش سهل ان انت تتبع راجل زي ده او تمشي وراه وانت مغمض عينك من غير ما تعرف اذا كان في وثائق فعلا في حقيقه الكلام اللي بيقوله ولا لا. بس الموضوع مش بالبساطه دي، لانه مش كل واحد فينا بيفكر زي التاني، عشان كده الناس منقسمه لاقسام كتير وهي بتمشي ورا الراجل ده، او بترفض تصدق اي كلمه واحد زي ده يقولها، وبيقولوا عليه ساعات دجال. وفي ناس تانية بتقول عليه ده راجل عبقري وعارف هو بيقول ايه كويس. ولكن النتيجه سواء انت بتحب الدكتور او ما بتحبوش، شوف انت عايز تعمل ايه. وسواء انت رجل دين او رجل تكنولوجيا، كل حاجه بتتوزن بالعقل، ده على اساس انه مفيش شيب في عقلك. الموضوع محتاج تفكير، وفكر كويس وقول لي تعليقاتك في الكومنتس عشان اعرف رايكم ايه في القصه دي وفي الدكتور محمود صلاح. اشوفكم الاسبوع الجاي.